وصفته لي روان بأنه مربوع القامة، ذو بنية رياضية، قمحي اللون، ليس وسيماً بمعايير الجمال المعتادة، لكن فيه جاذبية وحضور، أو كما نقول بلهجتنا المحلية وجيه. نظراته ثاقبة نافذة، وصوته عميق يترك أثره في النفس. أتذكر قولها لي يومها: ستكون لي قصة مع هذا الشخص، أحس بذلك. هكذا قالتها بثقة. فقلت لها بدهشة: يا فتاة، أي نوع من القصص؟ أنا أعرف جيداً تلك الأحاسيس التي تراودك والتي لا تخيب أبداً. ضحكت وقالت لي مازحة: وأي نوع من القصص تريدينها أنت؟ أجبتها: أريدها من تلك القصص التي تنتهي بعقد قران ومأذون. لقد سئمت كل مرة يظهر فيها رجل يصارحك بحبه أو يتقدم لخطبتك ثم ترفضينه بحجة أنه غير مناسب أو لا يعجبك أو أننا لا نتناسب سوياً. فقالت لي بنبرة مختلفة: هذه المرة الوضع مختلف. ثمة صوت في داخلي يقول لي إن لي مع هذا الرجل حكاية. قلت في نفسي: فلينعم الله علينا بستره من هذا الصوت، فهو للأسف لا يكذب أبداً. عندما قابلت روان طارق لأول مرة كانت في مزاج سيء للغاية، فالشركة التي يعمل بها تأخرت في تخليص إحدى الحاويات التي تحتوي على بضائع تخص شركتها، فذهبت لمقابلة المدير وهي تغلي سخطاً. قالت لي صديقتي وهي تصف تلك اللحظة بحماسة: كنت غاضبة ودمي يغلي كما تغلي مغلاة الشاي، غاضبة جدا، ونيتي كانت سوداء تجاه ذلك الشخص. لكن لحظة دخول المكتب ورؤيتي له أكاد أجزم بأن قلبي قد توقف في مكانه، وأصبحت أنفاسي ثقيلة. تسمرت في مكاني عند الباب. كانت هذه أول مرة يحدث لي فيها أمر كهذا. شعرت أنني فقدت السيطرة على نفسي تماما.